ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا كل يوم اهو بنزل لكم فيديو عشان تكونوا مبسوطين، بس الفيديو النهارده جايبه لكم مفاجاه حلوه جدا، وهي اول مره تحصل عندي هنا في القناه. جايبه لكم براند جديد وهو براند منايا. براند منايا ده براند كل اصلا الماتيريال بتاعتهم بتكون مستورده من امريكا ومن بره مصر، والتقفيل بتاعها بيكون هنا في مصر. كمان بقى في حاجه جديده معانا، ان البراند اول مره انا اتعامل مع براند او اكون بعمل ريفيو لبراند ويبعت لي كل الورق بتاع وزارة الصحة. ده الورق، كل الورق ده لكل منتج من المنتجات اللي احنا هنستخدمها النهارده وهنعمل بيها اللوك ده. كل المنتجات بتاعتهم، كل ده بصوا تصريح وزارة الصحة ان المنتجات مرخصة من وزارة الصحة. بجد براند واثق من نفسه، وانا اول مرة اتعامل مع براند كده، وفخورة ان مصر فيها براند بالعظمة دي. يعني بصوا انتوا هتشوفوا الميك اب وهتشوفوا المنتجات. مش عايزه احرق لكم الفيديو عشان تكملوا الفيديو للاخر وتدوسوا لايكات كتير جدا. ولو انت اول مره بتشوفيني تعملي اشتراك في القناه. بصوا بجد، يعني ان براند يبعت لي ترخيص وزاره الصحه لكل منتجاته، فبجد دي حاجه انا هكون مبسوطه جدا، ودي حاجه تطمني وتطمنكم ان انا جايبه لكم براند حلو جدا. وهو مش براند بقى ولا صيني ولا براند كوبي، لا ده هو براند دراج ستور بكواليتي هاي اند. ودي حقيقه هتشوفوا ده معايا في الفيديو، ان البراند فعلا الكواليتي بتاعه المنتجات حلوه جدا وهتعجبكم جدا. وانا متاكده واثقه مليون المية ان الحلقه دي هتكون مختلفه، وهتكون يعني انتوا هتتبسطوا بيها جدا، والبراند ده هيعجبكم جدا. وبصوا بجد انا من جوايا بعمل الحلقه وانا مبسوطه، لان انا واثقه ان انا جايبه لكم حاجه حلوه جدا وحاجه هتعجبكم وحاجه هتطمنكم. فيلا كملوا معايا الفيديو وما تروحوش في اي حته عشان تشوفوا اللوك. بصوا يا بنات، اول حاجه هعملها ان انا مش هحط اي حاجه على بشرتي ولا برايمر ولا اي حاجه، عشان اوريكم شكل الفاونديشن على البشره. هما بعتلي 2 فاونديشن، في النوع ده وفي النوع ده. يعني انا معايا نوعين ومن كل نوع درجتين. فهنشوف بقى نستخدم، يعني ممكن نخلي ده في حلقة تانية، وممكن نستخدم ده شبه جدا بورجوا. بصوا، وحتى القوام بتاعه يعني قريب جدا لبورجوا، كأنك بتستخدمي بورجوا. انا معايا درجة منه 2 ومعايا درجة 3. هنعمل ميكس ما بينهم عشان اوريكم برضو شكله. بصوا هو الفورمولا بتاعته حلوة جدا، وعلى فكرة الفاونديشن ده فول كفرج. بصوا هو لون على بيج ولون على اصفر، فبصراحة هيدوني شكل حلو جدا وهيدوني فينش على البشرة حلوة قوي. بصوا هنعمل ميكس كده. بصوا انا مش حاطه اي حاجه على بشرتي غير ان انا مرطبه بشرتي. بصوا اصلا الفاونديشن فول كفرج. عايزه اوريكم بقى كمان ان هو البلند بتاعه سهل جدا. شايفين الكفر؟ واحلى حاجه بقى في الفاونديشن ده ان هو مش بيأكسد اطلاقا، يعني بصراحه دي حاجه حلوه جدا فيه، ان هو ما بيأكسدش خالص. فشوفي بقى انت درجتك ايه وهاتيها، او لو عايزه تجيبي افتح تجيبي اغمق، لو عايزه تجيبي افتح وتغمقي بالكونتور اوكي. بس هو بصوا الكفرج بتاعته حلوه جدا. شايفين ان الدرجه فاتحه عليا بس هي مش فاتحه خالص. بصوا بصراحه الفورمولا بتاعته على البشره. ممكن بس تكلموني عن شكل بشرتي. بصوا الفاونديشن انا عايزه اقول لكم ان انا بشرتي اصلا الفتره دي تعبانه جدا، وبجد اللي هو انا مش متحمله اي حاجه عليها. الفاونديشن ناعم بشكل وجلو بشكل حلو جدا. طبعا هما لسه ما عملوش كونتور، فانا تقييمي للفاونديشن ان هو تحفه تحفه تحفه. بصوا تقييمي ليه ان هو يجنن، ودرجاته حلوه جدا. يعني ايا كانت درجتك هتلاقيها، لان هم عاملين منه درجات كتير جدا. فبصراحه تقييمي للفاونديشن ده ياخد 10/10. منتجات منايا بصراحه حلوه جدا، وانا اصلا بحب المنتجات دي. طبعا هم لسه ما عملوش كونتور، فاحنا هناخد من الروج بتاعهم نستخدمه بقى از ككونتور وبلاش. بصوا انا اصلا مستخدماه قبل كده بس على شفايفي. بصوا الدرجه تجنن، درجته حلوه قوي. انا بحب اصلا الدرجه دي جدا، حتى على الشفايف شكلها حلو قوي.
بصوا اصلا هو بيجمنت جدا. طبعا الدرجه دي مش هتمشي كونتور معانا، الدرجه دي بلاشر كريمي. انا كترت بس انا بحب البلاش. هو بجد ايه الجمال ده. انا عايزه اقول لكم ان انا شكل البشره معايا حلو قوي. انا كترت بلاش بس انا عايزه اقول لكم ان هو دلوقتي هيخف وهخففه بالبيوتي بلندر. بس هو كشكل بصوا ناعم جدا. بصوا اصلا الجلو، بصوا بشرتي جلو ازاي. طيب انا مش هتكلم ولا هنطق. بصوا جمال البشره، يعني ايه الجمال ده. اظن الجلو اصلا باين عندكم ان انا بشرتي جلوي وشكلها حلو جدا. هو ايه الجمال ده، اقسم بالله منايا بتعمل عظمه، بتعمل عظمه بجد. الفاونديشن رهيب رهيب رهيب. لو انت ميك اب ارتست اشتغلي بيه هيعجبك جدا. طبعا دلوقتي هنيجي لمرحله التثبيت، هما لسه ما عملوش لوز باودر. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، احنا ممكن ناخد من النوع الفاونديشن التاني ده نستخدمه ككونسيلر. بامب صغنن نستخدمه از ذا كونسيلر لان هما لسه ما عملوش كونسيلر. بصوا بصوا الدرجه، بجد الدرجات كمان حلوه جدا، كلها على بيج وكلها على اصفر. اللي هو بقى ايه، مش درجات انت ما تعرفيش تستخدميها او درجاته وحشه، لا درجاته بصراحه حلوه جدا. يعني بصراحه عجبني جدا في الفاونديشن ده درجاته. بصوا بصوا نور تحت عيني على طول. بدون اي مقدمات، بدون اي مقدمات، انا مش محتاجه ان انا اتكلم عن البراند. بصوا بقى يا بنات، هما بعتلي من البودر دي 4 درجات، الدرجات كلها على اصفر وعلى بيج. فاحنا هنختار كده درجه نثبت بيها الوش، ودرجه تانية هنعمل بيها تحت العين. يعني الدرجه اللي هي لونها فاتح دي شويه، ده درجه رقم 1 دي هنستخدمها ان احنا نثبت بيها تحت العين. هتشوفوا بقى الفلتر، هتشوفوا طيب انا مش محتاجه اتكلم. طيب بصوا بصوا الفرق هنا والفرق هنا. بصوا شايفين الفرق هنا وشايفين اكيد الفرق هنا. مش هتكلم، فلتر، المعنى الحقيقي لكلمة فلتر. وفينش البشرة اصلا فلتر. هناخد درجة تانية اللي هي درجة رقم 3 نثبت بيها بقى الوش كله. هي درجة على اصفر شوية. لا ايه ده، كمان الباودر فول كفرج. بصوا بجد انا بستخدم حاجات دراج ستور بكواليتي هاي اند. يعني بصوا الحاجه بجد الكواليتي بتاعتها بتتكلم عن نفسها. مش قادره اوصف قد ايه الحاجه عجباني، وقد ايه لو انت ميك اب ارتست تقدري تشتغلي بالحاجه دي، وتقدري ان انت تجيبي كل الدرجات بتاعتهم. ولو انت بنوته عاديه بتحبي الميك اب لازم حاجه منايا دي تكون عندك. يعني ان شاء الله اشتري من كل منتج يعني درجه فاونديشن واحده، درجه باودر واحده. بصوا البشره، البشره اقسم بالله فلتر. هو ايه بجد ده، يعني ايه الباودر دي ممكن افهم. يعني الباودر دي ايه عشان بس افهم. شايفين فينش البشره، فينش البشره ناعم بشكل مش طبيعي، شكله حلو جدا. بستخدم حاجات دراج ستور بس بكواليتي هاي اند. بصوا الاربع درجات احلى من بعض. يعني هو ايه معلش الجمال ده. تعالوا بقى نخش على المفاجاه التانية. مش المفاجاه التانية، مفاجاه كده رقم بلاش بتاعهم كله. بصوا هما بعتولي ال4 درجات دول، هما اصلا 4 درجات كلهم على بنكات. وانا بصراحه البلاشر ده بقى كمان مش بلاشر بس، ده هايلايتر. انتوا عارفين بقى ان انا
خلود ترتر، وبحب الهايلايتر جدا. فبجد هو في ايه؟ بصوا استخدم الدرجه اللي هي رقم 3 دي. عايزه اوريكم بقى دلوقتي فينش الباودر دي على فينش البرشر ده، عشان انتوا دلوقتي هتشوفوا عظمه. بصوا اللمعه، بصوا اللمعه. عايزه استخدم لكم يعني، بصوا ثواني اوريكم. بصوا البلاش بجد وبيجمنت بقى. بصوا هو ايه الجمال ده؟ بصوا شايفين اكيد شكل البلاشر عامل ازاي؟ بلاشر وهايلايتر كده، شكله يجنن. كمان هاخد برش صغيره كده استخدمه اي شادو. عارفين بقى اللوك ده بيخليكوا بجد كيوت جدا يعني. بصوا الرقه. لما اتكلم عن منايا فانا بتكلم عن براند محترم، يعني براند يستاهل ان هو فعلا ان انا اتكلم عنه. هو براند اول مره ينزل مصر، وزي ما اتفقنا ان هو اصلا كل الماتيريال دي مستورده بس بتتقفل عندنا هنا في مصر. فلما يكونوا 4 درجات بلاشر بالحلاوه دي وبالشكل ده على البشره، فاللي هو لا بجد يعني ده ازاي عندنا البراند ده. انا فخوره ان بلدي عامله بجد يعني منتج زي ده، منتجات زي دي. هما بقى بصوا عايزه اوريكم بعتولي ايه تاني. بصوا انا حاطه الحاجه كلها جنبي عشان اوريكم. بعتلي 3 مسكره. بصوا هما شبه ايسنس شويه المسكره دي، ودي مسكره زرقاء هنستخدمها بقى ان شاء الله في لوك ازرق كده او لوك مطرقع، مش هنعرف نستخدمها النهارده. وبرده المسكره دي ممكن نجرب واحده في العين دي وواحده في العين دي. هنجرب دي في العين دي ودي في العين التانيه، السودا دي في العين التانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الافكت باين. ده كده من اول كود يعني. بصوا هو ايه الجمال ده؟ معلش عايزه اوريكم بس المسكره بوضوح. انا مش هعمل سكيب للخطوه دي عشان انا عايزه اوريكم المسكره بوضوح، عشان اللي عايزه تشتريها تكون شايفه الافكت. مش هتكلم، الافكت ظاهر قدامكم. طيب المسكره دي 20/10. طيب تعالوا المسكره دي بقى في العين التانية. بصوا انا ما عملتش سكيب للخطوات خالص عشان تشوفوا. دي شكلها بتكثف اكتر. هي الموف دي يا بنات بتكثف وبتطول، دي بتكثف وبتدي طول برضو، بس هي بتدي كثافه اكتر. بصوا يعني دي بتطول وبتكثف، دي بتكثف بس وبتدي طول، بس بتدي طول بسيط. هو ايه الجمال ده؟ معلش اهو، دي العين دي ودي العين دي يجننوا. الاتنين تحفه والاتنين عجبوني، وانا اصلا جربت الاتنين قبل كده، بس دي بتكثف وبتطول اكتر ودي بتكثف. جمال قوي بصراحه. بصوا بقى يا بنات، هما بعتولي 2 ايلاينر، واحد ديب لاينر وواحد ايلاينر. طبعا الديب لاينر ده اللي هو الريشه بتاعته بتكون ناشفه شويه، والايلاينر الريشه بتاعته بتروح وتيجي معانا. هوريكم برضو سوادهم. بصوا السواد فحم فحم.
ووتر بروف بقى جدا. عايزه اوريكم برضو التاني. الاتنين تحفه. تعالوا نجرب كده نرسم بيهم. بصوا فحم. بصوا سوادهم. بصوا كده انا جربت في العين ده، في العين دي ده اللي هو اي لاينر. الدب لاينر ده بقى تعالوا نجرب بيه العين التانية. عايزه اقول لكم تحفه بجد. ايه الجمال ده. بصوا ممكن اعرف ايه الجمال ده. بصوا انا الخطوات ما عملتلكوش سكيب ليها خالص ومورياكم كل حاجه. اوبا بصوا بصراحه الاتنين اجمد من بعض والاتنين حلوين. ده الريشه بتاعته يعني ناشفه، اللي هو لو انت لسه مبتدئه او مش الريشه مش هتعرفي تروحي وتيجي بيها، لا هاتي ده. لو انت بقى مش مبتدئه او بتعرفي ترسمي زيي، لا عادي هاتي الاتنين حلوين والاتنين سوادهم فحم بصراحه تحفه. بصوا والمسكره انا مش حاطه اي رموش، بجد مبسوطه جدا. عايزه اوريكم بقى دلوقتي ختامها مسك. عايزه اوريكم الارواش بقى اللي هم بعتوها لي. بصوا القمر والجمال والحلاوه والطعامه. بصوا بعتولي الارواش دي، بعتولي كمان نوعين كمان غير دول، نوعين كريمي. وريتكم النوع اللي انا حطيته كبلاش وفي نوع تاني. بصوا النوع ده تحفه. تعالوا نختار بقى درجه كده نحطها مع بعض. احنا ممكن نختار الدرجه اللي هي 308 انا بحبها، وهقول لكم دلوقتي انهي المط وانهي الجلوس. الجلوس بتاعه بيكون نفس الدرجه بتاعته. تعالوا بقى. بصوا الدرجه، درجته حلوه جدا. بصوا الدرجه تجنن. انا عايزه اقول لكم ان انا شكلي عاجبني اصلا قوي، واصلا معظم الفيديو ده انا مش عامله لكم فيه يعني مش مقطعه منه عشان اوريكم كل حاجه بالحذافير. هينشف. بصوا كمان مش بيلزق اطلاقا. تعالوا بقى نحط الجلوس بتاعه. الجلوس بتاعه بيكون نفس اللون بس جلوسي. شوفوا لي هيدا الجمال، شوفوا لي هاي الحلاوه. بس كده. بصوا الجمال حلو قوي.
وبس كده، وده بيكون الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واكون قدرت ان انا افيدكم، وان انا اقدم لكم منتج جديد حلو جدا تقدروا تشتغلوا بيه. منتج دراج ستور بكواليتي هاي اند، تقدري طبعا تشتغلي بيه، وتقدري لو انت بنوت عاديه بتحبي الميك اب تجيبي كل المنتجات. كمان مش هتاذي بشرتك المنتجات، لانها اصلا بكواليتي امريكيه، الكواليتي اصلا مستورده والتقفيل مصري. فبصراحه لا، انصحك تجيبيها، مش هتخافي على بشرتك، يعني من الاخر كده مش هتخافي على بشرتك، لان بشرتك هتفضلي محافظه عليها، لانك بتستخدمي حاجه الكواليتي بتاعتها بتكون عاليه. وبس كده، يا رب يكون الحلقه عجبتكم، اللوك عجبكم، والمنتجات عجبتكم. وهسيب لكم برده اللينك. والمنتجات فعلا تحفه يا بنات، تحفه، وان شاء الله حلقات جايه هنستخدمها. ودوسوا بقى لايكات كتير كتير كتير، عشان كمان اعمل لكم ريفيوهات للارواش كلها اللي احنا استخدمناها نعمل سواتشات. والقمر ده اللي هو شكله شيك جدا، والقمر ده كمان الوانهم تحفه بصراحه، وهموني. فدوسوا بقى لايكات كتير كتير كتير، عشان الحلقه الجايه ان شاء الله انزل لكم سواتشات الروج. بس كده، بحبكم جدا، باي باي.